إن تأسيس ملعب خاص صعوبته بتكمن في شراء قطعة أرض في مكان مناسب وما تكونش خاضعة لملكية الدولة، وفي الأغلب قطعة الأرض دي هتكون غالية جدا بسبب مساحتها الضخمة. وحتى لو النادي قدر يوفر مساحة الأرض لازم كمان يتعاقد مع شركة كويسة علشان تبني الملعب، وطبعا البناء لوحده هيكلف النادي مليارات. وكمان بعد ما يتم بناء الملعب هيكون لسه الملعب محتاج تكاليف تانية. الملعب بيحتاج أعمال تطوير ما بين وقت للتاني، وتكلفة الأعمال دي أحيانا بتتخطى ملايين الجنيهات. على سبيل المثال استاد القاهرة الدولي اتصرف على تطويره 50 مليون جنيه قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية في 2019. رغم إننا لسه قايلين إن مفيش أندية مصرية بتمتلك ملاعب خاصة، لكن في الحقيقة في بعض الأندية اللي عندها ملاعب خاصة، ولكن الملاعب دي تابعة لمؤسسات ربحية